السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير يا رب. عايزه اقول لكم وحشتوني من كل فيديو بتوحشوني. ربنا يصلح حالكم ويكبر بخاطركم يا رب، ويخليكم ليا، ما يحرمني منكم ابدا ابدا يا رب. عايزه اقول لكم بشكركم جدا جدا على كل التعليقات بتاعتكم الجميله، وعلى الفيديو اللي انا نزلته امبارح بخصوص شقه الاسكان. والله العظيم انا ببص يعني قريت بعد التعليقات كده اهوت. ما قريتش التعليقات كلها لان الصراحه النهارده كان عندي عزومه وطول النهار مش فاضيه، وكنت بقى بحضر بقى محشي، وكنت عامله بط وفراخ، وبصوا يعني كان عندي اليوم بزراميطه كده اهو. فبصراحه ما كانش عندي وقت ان انا ارد على التعليقات، بس والله العظيم اول لما الاقي نفسي فاضيه هقعد وامسك التعليقات كلها تعليق تعليق، وهرد عليكم زي ما انا متعوده دايما بقرا تعليقاتكم وبرد عليه. ربنا يصلح حالكم يا رب. بشكر كل حبايبي اللي شاركوني في رايهم وقالوا لي تعملي ايه ام زاد وتتصرفي ازاي. فان شاء الله باذن الله ربنا يحلها من عنده. عايزه اقول لكم ان اكتريه الناس قالت لي يا ام زاد كملي، وبرده هنا في الحقيقه كمان بمناسبه يعني جوزي واخواتي وكده كلهم برده بيقول لي كملي في الموضوع اللي انت ماشيه فيه ده. فانا بصراحه لسه والله دماغي لسه مذبذبه شويه، فلسه مش عارفه انا هوصل لفين، خصوصا بقى ان المقدمه زادت ومش عارفه لسه الاقساط هتزيد وايه اللي هيحصل بالظبط. المهم ايه، ربنا بقى يحلها من عنده ان شاء الله. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على النبي حبيبي واذكروا الله واستغفروا الله كتير. ربنا يكرمكم ويصلح حالكم ويشفي مرضاكم يا رب، ويسد ديونكم اللهم امين. اهم حاجه ربنا يسد ديونكم يا رب. انا عارفه ان انتوا كلكم بقى خارجين من العيد كده، هو اللي اتدينت واللي استلفت واللي بصوا والمصاريف كانت كتيره قوي اليومين اللي فاتوا عشان اللحمه والمصاريف والكلام ده. لكن احنا بقى ان شاء الله هنمشيها اليومين الجايين كده اهوت، بحيث ان احنا نعوض، وبحيث ان احنا ما نمدش ايدينا ولا نستلف خالص. يعني اللي استلف استلف. بصوا يعني انت كان ممكن تمشيها باي حاجه من البيت على قد امكانياتك خالص، المهم ان انت ما تستلفيش الفتره اللي جايه دي، عشان ما تضطريش بقى ان انت تخشي في سلف ولا دين وتكركبي الدنيا وتبوظي الميزانيه بتاعتك. لا، انت ممكن تمشي الدنيا. والله لو بكيلو لحمه مفرومه هتجيبيه تقسميه كل اسبوع ربع كل لحمه مفرومه، تعمليه وجبه على طبخه، تحمدي ربنا وتعملي كده بحيث ان انت ما تستلفيش وما تخربيش الميزانيه. ربنا يكرمكم ويصلح حالكم جميعا يا رب اللهم امين. هنا بعمل ايه؟ كنت بعمل بقى اللهم صل على النبي، كنت انا جايبه من يوم السوق، كنت جايبه كرنب، وكنت جايبه ورق عنب، وكنت جايبه كوسه، وكنت جايبه بتنجان. فانا قلت ايه، هحشي البتنجان وهحشي الكوسه وهحشي لا هحشي البتنجان واحشي ورق العنب واحشي الكرنب. وقلت بقى ايه، مش هحشي الكوسه، قلت خلي الكوسه بقى ايه اعملها طبيخ، يعني اعملها طبيخ كده مثلا مع جنب شويه رز ولا حاجه. بس بقى انا صراحه ما عملت الحاجه اللي اما جيت احشي يعني لقيت اتبقى مني شويه رز بخلطه، فقلت لا خساره ان هم يترموا، لا اما اجيب كوستين اورهم واحشيهم بالمره. رحت جايباهم حشيهم بقى، ورحت مقوراهم وقورتهم يعني وحشيتهم بالمره. صلوا على النبي حبايب قلبي، اشتركوا في القناه يا ريت يا جماعه. كل اللي بيشوف الفيديوهات، في ناس يا جماعه بتدخل تتفرج ما بتحطش لايك، ما بتشتركش في القناه، ما بتكتبش تعليقات. انتوا كده بتضروني. وفي ناس اصلا بتخش تفتح الفيديو وبتطلع تاني، تفتح الفيديو وتطلع تاني. على فكرة كل ده بيوقع الفيديوهات وبيخلي الفيديوهات تقع، واليوتيوب ما بيقترحهاش. اول ساعة الفيديو جاب مشاهدات ولايكات حلوة، اليوتيوب بيفضل يقترح الفيديو ده على اكتر عدد من الناس. لكن الفيديو اول ساعة لما بيقع وما بيجيبش لايكات ولا مشاهدات، الفيديو بيقع وبيتدمر بيموت تقريبا. فبالله عليكم ساعدوني في الحته دي، ان انتم ما توقعوش الفيديوهات. اول ما تتفرجوا على الفيديو حطوا اللايك وتفاعلوا مع التفاعل الحقيقي، اللي هو اللايك والاشتراك والكومنت والكلام ده كله. وما تنسوش يا جماعه الصلاه على النبي في التعليقات اللي بتحفزني وبتشجعني. ربنا يصلح حالكم يا رب. انتوا عارفين بقى محشي يعني مواعين، محشي يعني مواعين. المفروض اصلا كنت انا اخلي، بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا غسلت المواعين دي قبل ما اكمل، قبل ما اخلص الاكل. ماشي. وغسلت بقى كميه مواعين لان انا كان عندي عزومه. ماشي. وغسلت بقى كميه مواعين بعد ما خلصت الاكل. يعني مش قادره اقول لكم. ماشي. كان ليا اخ يعني جاي من مصر، ما كانش جه اول هم امبارح، يعني امبارح ايه كنت انا بالصدفه كده، كانت امي واخويا عندي فايه فعملت زودت اكل واتغدينا. النهارده بقى كان ليا اخويا صراحه، انا جوزي قال لي اعزميه، فعزمته هو واخويا التاني وابويا وامي وكده. فقلت خلاص انا كده كده عندي الحاجه في البيت مش هشتري حاجه. كان عندي بطايه في التلاجة، البطاطين اللي انا كنت دبحهم قبل كده معاكم.
عملت واحده قبل كده قبل العيد، وعملت التانية النهارده، عملت برضو جنبها فراخ، وكان عندي حتتين لحمه متشوحين كده من امبارح رحت عاملاهم. والحمد لله الاكل كان كتير وكفى ووفه ويعني ايه وقضيت، والحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. عملت بقى المحشي وظبطت الدنيا يعني. المهم بقى عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا مقضين العده نكد، يعني مش عايزه اقول لكم ربنا يعافيكم ويبعد عنكم يا رب. العده مقضينه نكد، اللي هو ازاي؟ يعني حصل كده شويه اشكالات معايا انا وجوزي، يعني الاشكالات اللي بقى اللي بتحصل على طول ما بين الزوجين والكلام ده كله، ربنا يا رب يصلح الحل الجميع يا رب. وعايزه اقول لكم بقى كمان اللي حصل ان الموضوع بقى اتطور للضرب والاهانه ماشي والغلط. وعايزه اقول لكم بقى ان انا كنت بعيط طول النهار واعصابي تعبانه زي الزفت، وبنتي بتعيط وابني بيعيط. بصوا يعني اليوم كده كان مقلوب لمناحه، مناحه يعني عيد، والناس بقى بتعيد وفرحانه ومبسوطه، واحنا اللي كان النكد عندنا في البيت بسبب اللي حصل ده. ماشي، انا هقول لكم المشكله ديت وانتوا قولوا لي ايه رايكم. طيب عشان برضو يا جماعة لما يحصل عندك حاجة زي كده تعرفوا تتعاملوا معاها، انتوا فاهمين قصدي؟ بصوا يا جماعة، مش اي موضوع بيتحل بالضرب، ماشي؟ مش اي موضوع بيتحل بالضرب، سواء الام او الزوجة، يعني الام مثلا، الام هي الزوجة، سواء الام او الاب، ماشي، او الاخ او الاخت. مش كل حاجة بتتحل بالضرب. يعني اللي هو ازاي؟ يعني مثلا واحد ومراته وحصل ما بينهم مشكلة، لا، المشكلة نتكلم فيها الأول ونتفق فيها وناخد وندي مع بعض الأول. مش كل حاجة بالضرب. يعني ممكن واحد مثلا ما بيتعاملش مع مراته غير بالضرب، اللي هي ما سمعتش الكلام ما نفذتش أوامره يجي قايم ضاربها على طول، ممكن يربطها بأي حاجة، لا ده همجي. وانا بصراحه الرجاله اللي من النوع ده ما بستلطفهاش وما بحبهاش، ماشي؟ مش بسميهم رجاله اصلا. يعني الراجل اللي بيتعامل مع مراته بمد الايد على طول على طول على طول ده انا ما بسترجلهوش من الاخر. بحب الراجل اللي يتكلم مع مراته مثلا اول مره يقول لها مره ويقول لها التانية، بس ما يسرعش ايده، يعني ايده مش تكون اول حاجه على طول. برضو نفس الموضوع الام مع عيالها، لو انت مثلا عيالك غلطوا او عملوا غلط او ما سمعوش كلامك في حاجه، ما تتعامليش معاهم بالضرب على طول. الضرب بيضعف الشخصيه. لو الراجل ضرب مراته او الام ضربت عيالها او الاب ضرب عياله، انت كده بتضعفي شخصيتهم، بتعودي عيالك ان هم ايه، مش مشكله هيعملوا الغلط وضربه وهتعدي، لا، انت ممكن تعاقب ابنك عقاب كبير او يعني اكتر من الضرب، النتيجه بتاعته تكون اكتر من الضرب. انا عارفه انتم مش فاهمين حاجه. اللي حصل ان انا ابني امبارح قال لي يا ماما ايه، انا عايز يخرج مع ابن خاله وقرايبه واصحابه، يعني لموا كام واحد كده وعايزين يخرجوا مع بعض. هيروحوا فين؟ هنروح طنطا، ماشي، عايزين يروحوا طنطا. فالمهم ايه، قلت له يا زياد انت حبيبي ما تعرفش تروح طنطا والكلام ده كله، ايوه مع اصحابي بقى وهنروح ونتمشى ونتغدى بره، وهو مع مصروف وهنتغدى بره والكلام ده. فهو في الاول بابا ما كانش موافق وانا ما كنتش موافقه، ماشي. فالمهم ايه، جه خاله قال لي يا بنتي هو خارج مع ابني ومش عارفه ايه، ما تعوديش ابنك ان هو يبقى في البيت ويعني ان هو يبقى ضعيف، ان هو ما لازم تخرجي ابنك يطلع يشوف الدنيا يتعامل مع الناس يخرج والكلام ده كله. فاخويا اقنعني بكلام، قال لي ما تعوديش ابنك يكون جبان وخايف. يعني ابنك مثلا لو قلت روح طنطا لوحدك مش هيعرف، روح مصر مش هيعرف. انا ابن اخويا بقى اصغر من ابني بيعرف يروح مصر ويجي من مصر ويروح طنطا ويروح ويجي كل حاجه وبيشتغل وبيعتمد على نفسه. لكن انا ابني بقى لخمه ما بيعرفش يعمل الكلام ده كله، انا بخاف عليه، ماشي، وما بحبوش يمشي بقى مع الشباب الفاشله ويفسدوا بعض بقى والكلام ده. فصراحه ابوه ما كانش موافق، فقال له فخلاص بقى اما اخويا اقنعني وكده خلاص اتفقنا معاه، قلنا له خلاص يا زياد روح يا حبيبي، يعني ايه ما تتاخروش بره، ماشي، ما تتاخروش بره. وكان معاهم التليفون بتاع ابن خاله، ماشي، اللهم صل على النبي. فيه قلنا له خلاص هنتصل بيك من وقت للتاني. فالمهم هم طلعوا والتليفون بتاعهم فصل شحن، فهم غابوا بره، غابوا جدا جدا طول النهار بره. فاللي هو بقى قلقنا عليهم، طب راحوا فين، طب ايه اللي حصل لهم، طب مش عارفه ايه، طب ايه، مفيش بقى خالص لا حياه لمن تنادي. ولا احنا هنروح ندور عليهم فين؟ يعني هنروح فين حته في طنطا نروح ندور عليهم؟ هو خرجوا بقى شله مع بعض وكده. فاحنا بقينا قلقانين طول اليوم ومش عارفين نعمل ايه، واتنكدنا اليوم بقى نكد بجد. فالمهم لما جه راح ابوه ماسكه ضربه بقى، عايزه اقول لكم عجنه، ضربه جامد.
فطبعا انا زعلت طبعا، قلت له يا احمد ما انت ما كنتش تتعامل معاه بالضرب، وكنت فاهمه ده عيل برضه عايز يفرح مع اصحابه ومش عارفه ايه. هو زاد دايما يقول لي ما انتوا عايزين تحبسوني، انتوا عايزين تطلعوني زي البنت، وانتوا بتخافوا عليا، انتوا مش عايزين تطلعوني بره مش عارفه ايه. قلت له مش كده يا زاد، انا عايزاك تكبر شويه وتعتمد على نفسك، انت لسه صغير دلوقتي. قال لي وانت كل شويه صغير صغير، انا هفضل صغير كده، انا في اولى اعدادي دلوقتي واقدر اعتمد على نفسي. فانا شايفه ان هو في الحته دي معاه حق برضو، يعني ما ينفعش ان انت تخافي على ابنك قوي عشان ما تطلعوش جبان، تطلعيه خواف، تطلعيه ضعيف الشخصيه. لا، وكتر الضرب كمان بيضعف الشخصيه، وكتر ان انت ما تعتمديش على ابنك في حاجات كتير برضو ده بيضعف الشخصيه، بيخلي ابنك مش عارف يتصرف. انتوا فاهمين قصدي؟ ده في عيال صغيره قد ابني كده يعرفوا يتعاملوا ويتكلموا ويعرفوا يحلوا مشاكل كمان ويتدخلوا في كلام ناس كبيره. لكن احنا بقى خوفنا على عيالنا والكلام ده هو اللي بيأثر عليهم. وده طبيعي يا جماعه ان اي واحده بتخاف على العيال. المهم بقى جوزي مسكه ضربه وموته من الضرب ومش عارفه ايه، جه اخويا اتدخل وكده. قال له يا عم مالكش دعوه، انتوا بتضربوا ليه، وسيبه، وخرج مع العيال وجيب السلامه اهوت. قال له دلوقتي افرض كان جرى له حاجه ولا حصل حاجه بره ولا بتاع مش عارفين نطمن عليهم. قال له يا عم المهم يعني اخويا هدى الموضوع ومش عارفه ايه، وزاد ابني كان خايف بقى يقعد في البيت تاني، راح اخويا خده عنده بات عنده هناك ماشي، بات يعني مع ابن خاله وكده. فابني بقى كان خايف يعني يقعد في البيت من ابوه. فانا بصراحه زعلت بقى من جوزي، قلت له يا عم انت ماشي اضربه كل حاجه، بس مش كل حاجه بالضرب، هو ده لسه اول مره يعمل حاجه زي كده. انت برضو ايه يعني متعودش ان هو دايما ضرب ضرب ضرب، لا مره اضرب مره الاقي، مره اكلم مره شد مره ارخي، مش كل حاجه فعشان كده يا جماعه بقول لكم الضرب مش كل حاجه تتعاملي مع عيالك بالضرب. المهم بقى هو كان يوم برضو نكد وعدى، وعايزه اقول لكم يارا بقت قاعده تعيط وبقت خايفه من ابوها. ما بقول لك ايه، اضرب المربوط يخاف السايب، يعني هو كان بيضرب زياد فيارا خافت قعدت بقى تعيط، وكانت خايفه تقول لي بابا اضربني. قلت لها يا بنتي اضربي اللي وانت عملت حاجه، هي بقت خايفه لقيت ابوها بقى مسعور امبارح وعمال يتخانق ويزعق فخافت منه بقى. فانا قلت له يا احمد ما كانش تتصرف معاه كده برضو، كنت اتصرف معاه بالراحه ومش عارف ايه. قال لي لا انا عايزه اشد عليه، مش عايزه يعمل كده، انا خايفه عليه ومش عارفه ايه. قلت له كنت اكلمه اب كده صاحبه قرب منه. إيه، انا دايما برجح الحته دي يا جماعه، صاحبي ولادك قربي منهم، خلي بنتك تحكي لك كل اسرار، خلي ابنك يحكي لك كل اسراره، يعني ما تخليهمش يخبوا عليك اي حاجه. لان هم لو خافوا منك او خافوا من ابوهم وخبوا عليك هيعملوا الغلط من وراكي وهيروحوا يحكوا لحد تاني. فانت متعوديش بنتك او ابنك ان ما يحكوا اسرارهم لحد تاني. هم لو حكوا لحد تاني فالحد التاني ده هيشور عليهم بحاجات غلط، لكن انتوا امهم هتشير عليهم بالخير وتقولهم الصح وهتخافي عليهم. فاهمين قصدي؟ فربنا يا رب يصلح حال عيالكم يا رب وخليهم لكم وما تتحرموا منهم ابدا يا رب، اللهم امين. وهنا بقى كان الفيديو بتاعنا خلاص بقى بينتهي. قعدت بقى زي ما انتم شايفين كده، قعدت استربعت بقى، كانت رجلي وجعتني، حشيت البتنجان وانا واقفه ورجلي كانت وجعتني بقى. قلت لا اما اقعد بقى اربع كده واستمنيخ واقعد احشي بقى. قعدت حشيت بقى الاكل كله وسقيت شوربه وطيبته بقى وحمرت وغرفت بقى الحمد لله اللهم بارك. وقعدنا كنا بقى، عايزه اقول لكم كان شويه محشي زي العسل بقى، الف هنا وشفا. ومطرح ما يسري يمرك، هنا كنت بقول لكم بحمر ولسه كان بقيه التحمير ايه على البوتاجاز. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.